السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدين قناة الشباك الأعزاء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وكما عودناكم إلى موهبة أخرى جزائرية، إنه مهدي دورفال من مواليد 2001، يبلغ من العمر 23 سنة، يلعب مع نادي باري الإيطالي في السيري بي، ويلعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر، يلعب بالقدمين اليمنى واليسرى، وانضم إلى نادي باري الإيطالي في يوليو 2022، ويمتد عقده حتى 30 يوليو 2026. دورفال أفضل لاعب في الدرجة الثانية، توج الظهير الأيمن الدولي الجزائري ولاعب نادي باري الإيطالي مهدي دورفال أيضا بجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة في الدوري الدرجة الثانية الإيطالية سيري بي. وأعلنت رابطة الدرجة الثانية الإيطالية لكرة القدم تتويج اللاعب الدولي الجزائري بهذه الجائزة بعد المستويات الراقية التي قدمها في مباريات فريقه خلال شهر سبتمبر المنقضي، حيث خاض الظهير الأيمن للخضر دورفال 3 مباريات مع فريقه باري الإيطالي خلال شهر سبتمبر، كلها أساسيا أمام أندية مانتوفا، فروشيوني، كويسينزا، كما ساهم في فوز فريقه أمام كل من مانتوفا بثنائية نظيفة وفروشيوني بثلاثية نظيفة بإحرازه هدف في هذه المواجهة، بالإضافة للتعادل أمام كوينزا. للإشارة، خاض اللاعب مهدي دورفال منذ انطلاق الموسم الحالي 6 مباريات مع فريقه باري، وسجل هدف وقدم تمريرة حاسمة، وقدم أداء متميزا في المباريات، كما أنه تحت أنظار عديد الأندية الإيطالية من السيري آ والدوري الإنجليزي الممتاز نظير أدائه المتميز. اختار الجزائر مبكرا، وسبق لمهدي دورفال أن لعب للمنتخب الوطني تحت 23 سنة، وإن لعب مع المنتخب الجزائري الأولمبي مباراة ضمن تصفيات أولمبياد باري 2024، وفيها قدم مستويات طيبة، مما جعل المتابعين يرشحونه للالتحاق بالمنتخب الأول في أقرب وقت. ولن يشكل دفاعه عن الألوان الوطنية مستقبلا أي عائق فيما يخص قضية تغيير جنسيته الرياضية على مستوى الفيفا، كون اللاعب سبق له أن شارك مع المنتخب الجزائري الأولمبي. كما صرح أنه يطمح للعب مع المنتخب الأول، وتبدو مهمة مهدي دورفال لتقمص ألوان المنتخب الجزائري صعبة للغاية في ظل تألق أجنحة. للتذكير أن مهدي دورفال يستطيع حتى أن يلعب كجناح في ظل تألق أجنحة المنتخب الجزائري على غرار الوافد الجديد إلى صفوف الخضر، أي ظهير الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن وفارسي، تألق فارسي، بالإضافة إلى إمكانية قدوم لاعبين جدد. ننتظر منه أن يقدم أكثر وأكثر مع ناديه باري، ولما لا الانتقال إلى السيري آ الدرجة الأولى الإيطالية حتى يمكنه أن يأتي وأن يستدعي بيتكوفيتش إلى المنتخب الأول. ننتظر منه الكثير والكثير أيضا، هذا لاعب للمتابعة، وأنا أرشحه ليتألق وينتقل إلى أندية كبيرة في السيري آ، كما كل الصحف الإيطالية أيضا تتابعه وتشيد بما قدمه مع باري، لذلك سينتقل بلا شك لأحد الأندية في السيري آ. هذا ما كان في جعبتنا، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى فيديوهات أخرى، إلى اللقاء.